قضية رجال صحيح، القضية هي قضية تاع رجال، والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، اختيار رجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش بلي رانا سيادك ولا نحن أمراء عليك، ما قلناش بأن احنا أمراء على هذا الشعب، قلنا بلي رانا خارجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء شعب، ونحن في خدمة هذا الشعب، وليست ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، خدامين أحزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش، أقصد المراقبة الإدارية، ما كانش عندنا إدارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة، من الورشنيس وهاز شكارة نتاع الدراهم، ويوصلها حتى المغنية ما يخصش منها ثلث واحد. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة بين المجاهدين كمجموعة، تعتبر المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل، لأن أخذنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا، وما نفهمش أبدا، وعارفين بين هذوك اللي ماتوا، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. يحكم علينا التاريخ كخونة، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه نتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النساء، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح في يدها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، لأن ما استعملناش كل وسائل السنة، ما خسرناش الحرب